المناديل في الميكروويف فكرة عبقرية هتريحنا كلنا من أكبر مشكلة بنعاني منها. يا ترى بقى إيه الفكرة إن أنا أحط المناديل في الميكروويف وإيه الاستفادة منها؟ تابعوا معايا الفيديو للآخر هتستفادوا جدا. أول حاجة إحنا لما بنيجي نسخن العيش في الميكروويف، أنا عن نفسي بحطه في طبق بالشكل ده. تمام. هشوفوا شكل العيش ده لما يطلع معايا من الميكروويف شكله عامل إزاي. ودي المشكلة الوحيدة اللي يمكن بنعاني منها في الميكروويف لما بنيجي نسخن فيه عيش، لكن أي حاجة تانية بتطلع حلوة جدا جدا. شايفين شكل العيش عامل إزاي؟ العيش بيطلع معرق كده من تحت، يعني الرغيف تلاحظي كده انه زي ما يكون عليه ميه. فكرتي بقى والاختراع اللي انا اخترعته بصراحه ده محدش عمله قبل كده، ده فكرتي انا. فانا بحط العيش على مناديل بالشكل ده وادخلها دلوقتي الميكروويف واسخن العيش معاكم وهتشوفوا الفرق دلوقتي. الفكرة بسيطة جدا. الفكرة ان المناديل هتمتص اي مية او العيش حتى لو هيعرق، فالمناديل بتمتص المية دي. ممكن تلاحظوا ان هي فكرة بسيطة، يعني مش اختراع واو ولا اي حاجة، بس بالنسبة لي مهم جدا وعندي ناس كتيرة قوي. يعني انا لاحظت ناس كتيرة جدا بتشتكي من الموضوع ده، ان العيش بيعرق في الميكروويف وبيبدأ يجيب مية كده من